هتسأل عن المنتخب العربي اللي مشرف الكرة العربية في كل المحافل العالمية والدولية، هتكون الإجابة بما لا يدع مجالا للشك وبدون أي منافسة منتخب المغرب. يعني أسود الأطلس مشرفين الكرة العربية بشكل ما حصلش قبل كده في التاريخ. يعني على مدار تاريخ الكرة العربية كلها ما حصلش إن في منتخب عربي قدر يوصل سيمي فاينال كاس عالم كبار، ووصل فاينال كاس عالم شباب، واولمبياد بالمنتخب الاولمبي. يعني عامل كل حاجه ممكن تتعمل في الكوره على اعلى مستوى كروي في العالم. توقع خسارة المغرب أمام الأرجنتين لأقل من 20 سنة. تذكروا كلامي جيدا، المغرب سيخسر بهزيمة ثقيلة. الأرجنتين منتخب قوي وسيفوز بنهائي كأس العالم لأقل من 20 سنة. أنا أرشح المنتخب الأرجنتيني يقدر يفوز بكأس العالم لأن عنده تعداد جد ثري، عنده ثقافة تاع كرة القدم. الفريق الأرجنتيني مثل المنتخب الأرجنتيني مثل المنتخب البرازيلي. نعرفوا باللي هذه منتخبات دائما ما تصنع الإثارة في الكؤوس العالمية. الأرجنتين عندها حظوظ أكبر يعني اللي تتوج باللقب. خسرها مع ألمانيا في 90 بسبب الحكم المكسيكي. في 2014 مع المانيا يعني اللي ربحت 7-1. يبقى الحظوظ للارجنتين كبيره. اعتقد توجور تخرج لاعبين، نشوفوا لاعبين توجور كبار يلعبوا في احد هدايا. نظن باللي بالك راهو طاكين في المنتخب الارجنتيني، والمنتخب الارجنتيني نظن كما تكلم محمد منتخب، نظن المنتخب اللي عنده جرينطا اللي يعتمد على الاستحواذ، يعرف كيفاش يمشي الكره ديالو. نظن باللي مش حتكون مباراه سهله للمنتخبين، ولكن لا ريوسيدي تاع الفريق الارجنتيني احسن. في المنتخب الارجنتيني سيطر في كل المقابلات تاعو اللي لعبهم، سيطر كاع على الفرق اللي لعب كونتر عليهم. نعم صراحه. نظن باللي كي تشوف نسبه الاستحواذ توجور تشوف 70% المنتخب الارجنتيني. باللي كما قال لك ياسين ما امبوسيبل المنتخب الارجنتيني يريح الوراء ويريح يسنى. الثاني بيدل ان شاء الله رب العالمين ان المنتخب الجزائري هو اول منتخب عربي وافريقي هيحصل على لقب كأس العالم. وبسأل ربنا سبحانه وتعالى ان تكون الرؤية بشرى سنة كام؟ وسنة 26 بإذن الله اللي جاية دي. المنتخب الجزائري الرؤية دي بتدل، وانا كمعبر الرؤى بقول بفضل الله وبإذن الله ان المنتخب الجزائري هو اللي هيحصل على كأس العالم سنة 26 اللي جاية ان شاء الله رب العالمين. والله اعلى واعلم.